انت مش لازم يبقى عندك البنطلون ده في دولابك، ومش لازم تروح تاكل في المكان الفلاني، ومش لازم تجرب سفرية المكان الفلاني. كل الفيديوز دي بتلعب على الفومو، fear of missing out. لما بتشوف الفيديوز دي بتبقى حاسس ان في حاجة فايتاك، او في حياة كاملة اصلا فايتاك. في الحقيقة مش هي دي الحاجات اللي انت المفروض تخاف انها تفوتك. مبدئيا انا مش ضد الناس اللي بتعمل الفيديوز دي، بالعكس الناس دي بتعمل شغلها وبتعمله كويس قوي كمان. لكن انا عاوزك تفهم ايه هو الاحساس اللي بيوصلك، وعايزك تعرف انه احساس فطري طبيعي الانسان يخاف ان في حاجة فايتاه او في حاجة ممكن تفوته. والنقطة دي بيلعبوا عليها في الماركتينج من زمان قوي. لو انت فاكر الحاجات اللي هي حصريا ولفترة محدودة، لمدة 24 ساعة، الحق يا ما تلحقش. كل الحاجات دي بتلعب على فطرة الإنسان في الخوف من إن في حاجة فايتاه أو في حاجة ممكن تفوته. كل اللي أنا كنت عاوزه إني أوضح لك الفكرة